شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بذات نفسه يكون خايف عليك، وانت ما انتش خايف على نفسك ولا عامل اهتمام لنفسك. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بذات نفسه يقول لك: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. هل تجدون عندهم من جزاء؟ سيدك النبي خايف عليك من الرياء، خايف عليك من نفسك. يقول لك: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. إيه هو الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. تيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: اذهب للذين كنتم تراءون في الدنيا فهل تجد عندهم من جزاء. روح للي انت كنت بتنافقه، روح للي انت كنت بتضله، روح للي انت كنت بتنصره على المظلوم اللي هو ظلمه، روح اللي كنت بتقول له يا باشا ويا بيه ويا سعادة البيه. هتلاقي عنده جزاء، هتلاقي عنده حسنات، هتلاقي عنده عقاب، هتلاقي عنده حاجة، مش هتلاقي عنده حاجة، لأن ديت عند واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الوحيد اللي بيجازي. فالرياء هو الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تجيب إنسان كده وتعمله إله وتألهه وتخليه أكنك ناقص إنك تروح تسجد له وتركع له، عشان خاطر إيه؟ مظاهر كدابة، منفعة شخصية، مش هتعود عليك حاجة، مش هتعود عليك بحاجة في الآخرة، وممكن كمان مش في الدنيا. رسولك صلى الله عليه وسلم يخاف عليك، يخاف عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك الحديث تاني للتذكرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم قال: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء.